قناة الهداف تنفرد بهذا الخبر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك وتقول: صادي اجتمع ببلماضي أمسية اليوم لساعتين. الاجتماع بين صادي وجمال بلماضي جرى بمقر الفاف بدير إبراهيم. بلماضي لم يفسخ عقده بعد ويطالب بتعويضات. صادي عرض على بلماضي تعويض أجرة شهرين لكنه رفض، طالب ب6 أشهر كاملة مقابل فسخ العقد. وكشفت الاتحادية أنها لم تمنح بلماضي أكثر من شهرين. بالماضي عاد إلى سيدي موسى وطالب مهلة للتفكير، حيث صادي أقنع باقي طاقم بالماضي على الفسخ مقابل تعويض لشهرين فقط. هذا كل شيء حول قضية بالماضي لحد الآن، ولمزيد من التفاصيل ترقبوا في حصة قلب الكون على الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر في قناة الهداف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.